الدولار الأمريكي يصعد أمام الجنيه المصري بقيمة حوالي 15 قرش ليصل إلى 48 جنيه في البنك المركزي المصري. بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكم في فيديو جديد. النهاردة هنتكلم عن أحدث أسعار الدولار قدام الجنيه في البنوك المصرية. يلا بينا نشوف الأسعار ونشوف حصل إيه في بداية تعاملات النهاردة. نبدأ على بركة الله بالأسعار. سجل الدولار الأمريكي في البنك المركزي المصري 48 جنيه للشراء، 48 جنيه و20 قرش للبيع. أما في البنك الأهلي المصري وبنك مصر فسجل الدولار 48 جنيه للشراء، 48 جنيه و18 قرش للبيع. أما في بنك القاهرة وهو نفس السعر تقريبا فسجل الدولار 48 جنيه للشراء، 48 جنيه و18 قرش للبيع. أما في البنك التجاري الدولي CIB فسجل الدولار 48 جنيه للشراء، 48 جنيه و16 قرش للبيع. أما في بنك الإسكندرية فسجل الدولار 48 جنيه للشراء، 48 جنيه و16 قرش للبيع. يعني الأسعار مستقرة في أغلب البنوك عند مستوى أو عند نفس المستوى في بداية التعاملات النهاردة. ودول كانوا أحدث أسعار الدولار النهاردة في البنوك المصرية. ما تنسوش تقولوا لنا في الكومنتات تتوقع الدولار هيكمل استقرار ولا ممكن نشوف حركة جديدة الأيام اللي جاية. ولو الفيديو عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة عشان يوصل لكم كل جديد من فيديوهاتنا. سلام.